لله، يعني على الاقل جريمه شريفه صح. لذيذ فاني مش متوقع. شخصيتي اسمها سحر، متجوزه شخصيه هشام ماجد، كانت متجوزه تايسون، مخلفه ولد، محطوطه في ورطه، كانت مستعده ان هي تعمل اي حاجه في الدنيا علشان تحمي ابنها وعلشان تعمل لنفسها الحياه اللي هي كانت نفسها فيها، ولا حاجه. لا يعني يمكن الحاجة الوحيدة انه سحر بتحب تهتم بشكلها قوي even though هي ستايلها مختلف تماما عني، بس الفكرة بتاعت ان هي بتهتم بهاو شي لوكس دي حاجة ممكن تبقى سيميلر ما بيني وما بينها. بحس انه موضوع الكيمستري ده مش حاجة احنا عملناها، يعني دي حاجة ربنا هو اللي اداها لنا، اللي هو انتوا الاثنين هيبقى في ما بينكم كيمستري في التمثيل. اوكي اتعودنا على بعض قوي، بقينا فاهمين بعض جدا، بسنس هو ما بيبقى امتى تعبان فمحتاجه انا ازق اكتر، امتى بيبقى هو he needs his space ان هو يفرش جدا في مشهد. هي حاجه almost involuntary دلوقتي، خلاص احنا الموضوع ما بقاش حاجه محسوبه، هو بقى فاهمين بنحب ايه ما بنحبش ايه، فاهمين ازاي نخلق لبعض الانفايرمنت المظبوطه في التصوير علشان كل واحد فينا يعرف يطلع احسن حاجه عنده، وبنحمس بعض قوي وبنحب بعض جدا على المستوى الشخصي. الموضوع مريح. ميراندا بريستلي from The Devil Wears Prada. بس مش هبقى غتت قوي كده، مش هعرف اعمل موضوع الشنطه ده، لو فاكره ما كنت كله تخش حته ترمي الشنطه مش هعمل كده. بس نفسي طبعا اعيش يوم واحد في حياتها ويبقى عندك بريفيوينج لكل الكولكشنز بتاعت كل البراندز اللي في الحياه. انا بكره قوي الظلم، بزعل جدا وبخرج عن شعوري تماما اما بشوف حد جاي على حد في الشارع، ما ببقاش مصدقه ان انا اصلا ممكن اعمل كده. حصلت قبل كده، يعني اخرهم كان الصيف اللي فات من سنه بالظبط، وشفت موقف واحد ولد بيضرب ولد صغير، وكنت انا في العربيه عندي اعلان في كونفرنس كول، ناس مهمه جدا، كلاينت بقى، واحنا مختارين امينه تيجي تمثل البراند بتاعنا والناس بتوع الايجنسي وكده، وانا قاعده حاطه التليفون على الكاركت وفي نص الميتنج فجاه انا شفت المنظر ده قدامي، فقلت لهم معلش يا جماعه ثانيه واحده، وما قفلتش التليفون وفتحت الباب وطلعت بره، وطلع بقى ايه أمينة تانية تماما. فممكن جدا انه في لحظة من اللحظات دي ان انا يتقبض عليا على الست المجنونة اللي في الشارع بتزعق في الناس. المهم ان انا دخلت في العربية تاني، هم كلهم انا لقيت صمت، انا ولا ركزت اصلا ولا بي ام ولا اصلا ان انا ادوس بوز ولا ان انا اقفل التليفون ولا اي حاجة، انا سبت الموضوع وخرجت على طول. هم طبعا بقى سمعوا كل حاجة، فلما رجعت قعدوا يقولوا لي هو انت كويسة؟ معلش يا جماعة انا اسفة جدا على اللي انتوا لسه سامعينه دلوقتي، بس ما بقدرش استحمل اشوف ظلم من غير ما احس ان انا ساهمت ان انا احاول اوقفه باي شكل من الاشكال. الحمد لله، يعني على الاقل جريمه شريفه صح. اختار صحابي البنات، ما احنا عصاب. اختار اعمل جراند اوتيل بارت 2.